بيب جوارديولا بين النجاح والجنون. تخيل معايا مدرب حقق كل البطولات اللي بتحلم بيها وصنف كواحد من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، بس برضه ورا الكواليس في إخفاقات وقرارات بتثير الجدل. إيه الحكاية؟ وبيب جوارديولا فعلا عبقري ولا في ثغرات محدش بياخد باله منها؟ خلينا نحكي الحكاية. أنا أحمد طه، معلق صوتي. بيب جوارديولا الاسم اللي ارتبط بالكرة الجميلة والأداء الممتع والبطولات كأنها روتين. بدأ مع برشلونة في 2008 وقدر يحول الفريق لآلة انتصارات 6 بطولات في موسم واحد، بس النجاح ده كان بداية رحلة فيها مطبات كتير. المشاكل اللي بتواجهه، قراراته المثيرة للجدل. جوارديولا دايما بيحب يغير ويتفلسف في المباريات الكبيرة. فاكر نهائي دوري الأبطال مع مانشستر سيتي ضد تشيلسي؟ قرر يلعب من غير لاعب ارتجاز، النتيجة خسر البطولة اللي مانشستر سيتي كان مستنيها. علاقته مع اللعيبة، بيب معروف انه مدرب صارم جدا، بس الصرامة دي اوقات بتتحول لخلافات، زي مشكلته مع يايا توريه في السيتي اللي اتهموا انه بيعامل اللعيبة الأفارقة بشكل مختلف. وكمان مشكلته مع إبراهيموفيتش في برشلونة، اللاعب وصفه انه خواف. الضغط النفسي، جوارديولا دايما تحت الضغط، عايز يحقق الكمال في كل حاجة، وده بيخليه ساعات يعمل تغيرات مش مفهومة أو يرهق نفسه وفريقه. ليه الناس بتحبه رغم إخفاقاته؟ رغم كل ده جوارديولا عنده حاجة مميزة، طريقته في اللعب. بيعرف يخلي أي فريق يقدم كرة ممتعة، وده السبب إن الناس بتحبه حتى لو بيغلط. وهو مش مجرد مدرب، هو فنان بيحاول يعمل لوحة مثالية، بس زي أي فنان مش كل مرة بتطلع اللوحة زي ما كان متخيل. في النهاية جوارديولا عبقري أكيد، بس برضو إنسان عنده عيوب وأخطاء، وده اللي بيخلينا نحب الكورة أكتر، مش بس عشان الانتصارات لكن عشان القصص اللي وراها. إيه رأيك في جوارديولا؟ عبقري ناقص ولا مدرب بيفكر أكتر من اللازم؟ شاركنا رأيك في الكومنتات. شكراً.